السلام عليكم، إزيكم؟ أنا يوسف. في الفيديو بتاع النهارده هنتكلم عن إزاي أي صورة نشوفها سواء مثلًا صورة زي كده أو حتى أي صورة في العموم نشوفها نقدر نعمل زيها، دي النقطة الأولى. النقطة التانية إزاي ناخد الprompt بتاعها عشان نحرّك الصورة دي بأي application بقى معانا أو أي tool، المهم الprompt ناخده بالتفصيل عشان يحرّك الصورة كأنها واقعية. أنا عايزك تتابع معايا لحد آخر الفيديو ضروري جدًا، لإن في النُص كده الأخراني هيكون في هدية هتوفّر عليك حاجات كتير جدًا، مش هتخلّيك تدفع يعني اشتراكات لمعظم الحاجات اللي بتحرّك وهكذا، وبتعمل الصور كمان. فخلّيك متابع معايا لحد آخر الفيديو وركّز في التفاصيل وإن شاء الله تستفاد. كمان عايز أقول لك إن أنت تشترك في القناة، لإن كنت باراجع كده إحصائيات القناة الفترة اللي فاتت، لقيت إن إحنا أكتر من 95% من اللي بيتفرّجوا على الفيديوهات مش مشتركين للأسف في القناة، وأقل من 5% دول اللي هم مشتركين بس. طبعًا ده أنا لسه مش محلِّل إيه السبب بتاعه الحقيقي حتى الآن، ممكن عشان أنا مش باقول اشتراك في القناة وهكذا، فعادي معظم الناس يعني بتنسى وأنا منهم أكيد، فقُلت أفكّرك بقى وفكّرني إن أنت تشترك في القناة دلوقتي ويالّا نبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة إحنا مثلًا شُفنا صورة زي دي، عايزين نعمل زيّها أو صورة وليكن أي صورة، ممكن الصورة دي تمام جدًا. بالمناسبة أنت أكيد هنا خدت بالك إن إحنا هنا عند موقع ليوناردو، طبعًا الموقع ده من المواقع الجامدة جدًا، جدًا في إنشاء الصور، جميع أنواع الصور تقريبًا، بس برضه اشتراكاته مش قليلة بالنسبة لمعظم الناس. فهنا بس الفكرة كلها إن أنا باحاول آخد الصورة اللي أنا عايزها أو الفكرة اللي أنا قريب منها حتى. ممكن مثلًا نشوف الصورة دي وليكن وأنت طبّق على أي صورة تعجبك. أنا الصورة دي عجبتني وشايف إن أنا عايز أعمل زيها. طيب النقطة الأولى إن أنا باحاول آخد منها screen مثلًا. خلّيك برضه معايا لإن أنا هاقول لك لو أنا عايز أعمل صورة أصلًا أنا مش قدّامي زيّها، يعني أنا في صورة آآ مش لاقي زيّها خالص بس هي تخيلاتها في دماغي، فأنا عايز أعمل الصورة دي. برضه هاقول لك على tool هتوفّر عليك الدنيا جدًا وهي دي أصلًا هتكون الهدية أو المفاجأة يعني الكويسة في الفيديو بتاع النهارده. فأنا هاختار إن أنا باخد منها screen، وبعد ما خدت منها screen خلاص أنا كده مش عايز الصورة دي تاني، دي خطوة أولى. الخطوة التانية أنا ممكن آجي هنا عند super prompt image، وهي دي أول مفاجأة معانا النهارده، بس إحنا خلّينا نجيب chat جديد، لإن ده اللي أنا باستخدمه في الشغل. بعد ما نيجي عند super prompt image طبعًا هتلاقيني أنا سايبه لك في الكومنتات تحت. الGPT ده كل هدفه إن هو يعمل لك صور احترافية بمعنى الكلمة، ده أولًا. ثانيًا إن هو يدّيك الprompt كمان، طبعًا أنت هتستخدمه for free تمامًا، مش شرط أنت تبقى plus أو حاجة زي كده، خالص بتستخدمه for free. آآ وحرفيًا ده حقيقي اللي باستخدمه في الشغل، إن هو بيعمل صور يعني كويسة جدًا، بتدّي له أنت شوية وقت في الأول، بتبذل معاه مجهود ده طبيعي خالص، لكن بعد كده الدنيا بتكون ممتازة. ممكن هنا أحُط له الصورة اللي أنا مثلًا كنت عايز أعمل حاجة زيّها وأقول له عايز prompt مفصّل للصورة. أنا هنا مش هاستخدم أي أسلوب احترافي ومش هاستخدم أي حاجة من اللي هي هندسة الأوامر أو ما شابه ذلك خالص، خالص. هاستخدم معاه كلام بسيط جدًا أي حد يقدر يقوله ونشوف النتيجة اللي هنطلع بيها في الآخر إيه والنتايج اللي إحنا هنحققها. هو هنا ادّاني الprompt ده. طيب الprompt ده يا يوسف أنا ممكن أعمل بيه إيه؟ يعني أنا كده الصورة دي أنا خدت منها prompt ممكن أعمل إيه؟ هاقول لك بكل بساطة ممكن آخُد الprompt ده copy وأروح مثلًا لحاجة أي application بيحرّك الصور، ممكن مثلًا صورة أو ما شابه ذلك. صورة هي التابعة لChatGPT بالمناسبة، هنا هتلاقي علامة OpenAI ChatGPT. فأي برنامج بيحرّك مش شرط صورة، مش شرط حاجة تبع ChatGPT، أي برنامج. وهاخد مثلًا الprompt اللي هو ادّاهوني وهادوس بس كده فقط لا غير. هو هنا بيجهّز الصور اللي أنا المفروض الprompt بتاع الصور، أنا ادّيته الprompt ده للصورة دي، فهو هنا بيجهّزهم عشان يعملهم فيديو. طيب عقبال ما يجهّزهم هو بياخد حوالي 3 دقايق. تعالَ إحنا نروح للاقتراح التاني اللي هو طيب يا يوسف أنا أصلًا مش قدّامي صورة، يعني إحنا هنا شُفنا
الصورة دي مثلًا أو شُفنا شوية صور أو أي حاجة من الكلام ده، أنا أصلًا بقى في دماغي صورة هي مش موجودة، هاعمل إيه؟ فممكن هنا مثلًا آجي أقول له تعالَ كده نتخيّل مع بعض صورة، مثلًا هاقول له عايز صورة لبنت لأ، عشان كلامي يبقى أوضح، لطفلة عندها مثلًا 6 سنين بتلعب في الغابة مثلًا، جملة صغيّرة خالص من المشهد اللي أنا عايزه، طبعًا المشهد ده ناقص تفاصيل كتير جدًا، جدًا، وهنا بقى هييجي دور GPT الحقيقي، اللي هو التفاصيل اللي وقعت منّي هو هنا هينبّهني ليها، يقول لي أنت النمط عايزه إيه؟ الصورة عايزها تكون واقعية والّا كرتونية والّا حتى حاجة غير كده أنا ممكن أكتبها له، بالمناسبة أنا ممكن في الآخر خالص أروح واخد أوتو واكتب له هنا أوتو ويعمل الصورة من دماغه، ممكن وهيطلّع صورة كويسة، وهاقول لك حاجة تعالَ نجرّبها أوتو، بس أنا عايز برضه التفاصيل دي أستغلّها، يعني GPT متدرّب على تفاصيل كتير، لازمًا أستغلّها يعني. فتعالَ هنا نبدأ واحدة، واحدة. النمط بيقول لي إيه، بيقول لي مثلًا أنا عايز الصورة إيه، أنا ممكن أقول له عايزها واقعية، واقعية. طيب 2 بيقول لي الصفات ملابس الطفلة، ممكن أقول له فستان وشعرها طويل و ولون شعرها طويل وناعم أو كيرلي مثلًا ولونه أصفر مثلًا. 3 بيقول لي المزاج أو الحركة، هاقول له بالطارد، فراشة. هنا هو بيقترح عليك، يعني أنا هنا ماشي واحدة بواحدة، بس أنا عشان إيدي كده على الكيبورد. 4 بيقول لي البيئة إيه، نوع الغابة استوائية والّا خضرا والّا ضبابية، ممكن أقول له مليئة بالزهور، مليئة بالزهور، وقت الغروب. 5 يعني أنا مش باجيب حاجة من دماغي، باختار من الحاجات اللي هو قالها وممكن أجيب من دماغي بالمناسبة، يعني أنت لمّا تتدرّب كتير على الحتّة دي هتلاقي إن أنت دماغك بتجيب لك أفكار هو ما اقترحهاش من ضمن الحاجات دي. فتمام. 5 الإضاءة، طبعًا هتكون وقت الغروب، لإن أنا لسه باقول له مليئة بالزهور وقت الغروب في رقم 4. 5 عشان يعني ما اغيّرش الكلام، فقُلت له برضه وقت الغروب. ممكن أقول له شعاع الشمس وقت الغروب. 6 الخلفية، نضيف شلال، كوخ خشبي، زهور، ممكن نضيف شلال. تمام. مع زهور لونها مثلًا أحمر. 7 الزاوية من الأمام، لأ هو هنا قال لي حاجة حلوة، بالأمان بيقول لي منخفضة وكأنها بطلة صغيرة، حلوة الحتّة دي، أحسن من اللي في دماغي، فتمام. 8 نسبة الأبعاد ممكن أقول له هو الحلو هنا هو أنا عايزها 16 ل9 هو مش كاتبها لي، 16 ل9 هو هنا كاتب لي 9 ل16 العكس اللي هي بتاعة التليفون، كاتبها لي هنا مش واخد بالي، تمام جدًا، ومربّعة. الحلو هنا إن هو بقى بيعمل أبعاد غير 1 ل1، قبل كده GPT كان بيعمل 1 ل1 فقط، دلوقتي بيعمل لي كل الأبعاد اللي أنا عايزها. عناصر تريد استبعادها، مثلًا مثال لا وجوه مشوشة، لا غموض، لا ظلال مخيفة. حلو جدًا، ماشي يا عم، اكتب اللي أنت قُلته ده، وهادوس نشوف. طيب هي إيه الصورة دي؟ إحنا هنا لسه هو هنا لسه بيجهّز الدنيا، سأنشئ الصورة وهذه المواصفات، طيب جهّز أنت مع نفسك. الصورة دي اللي إحنا عملناها auto في الأول لو تفتكر، إحنا عملنا auto، فتخيّل auto هو مطلّع لي الصورة دي. الصورة دي ممكن لو أنت حد professional شوية في الصور هتطلّع فيها عيب، يعني هو أنا شُفته بحُكم إن أنا باحتك بصور كتير جدًا، العين دي لو أنا دققت فيها هاطلّع إن هي مش طبيعية، ممكن لو اتحرّكت تبان على فكرة طبيعية أو مش طبيعية، بالمناسبة يعني لإن إحنا أحيانًا حتى كبني آدمين لمّا بنتصوّر صورة في لقطة مش مناسبة ممكن تبان إن هي مش طبيعية يعني ده طبيعي حتى. فالفيديو هنا أو التحريك هو اللي هيبيّن أكتر هي دي طبيعية والّا مش طبيعية، بس على العموم دي الصورة اللي أنا لمّا عملت auto هو طلّعها،
ودي الصورة بتاعة التفاصيل هو لسه بيجهّزها وهنشوف الفرق بينهم. وخلّيك فاكر إن التجهيز اللي تم ده هو اللي اقترحه عليّا، يعني أنا هنا باقول له عايز صورة لطفلة عندها 6 سنين تلعب في الغابة، فهو قال لي تمام، سألني شوية حاجات أنا بس جاوبت عليها، أول مرّة قُلت قُط وبعدين أنا جاوبت عليها أهي، وهنشوف الفرق بينهم هيكون عامل إزاي، هو لسه بيcreate الimage فدلوقتي هنشوف. طبعًا هو هيطلع فرق رهيب بين الauto إن أنت تقول له اتعامل أنت، وبين إن أنت تدّي له بقى التفاصيل بنَفْسك. دلوقتي بيcreate الimage. إمم. إحنا ممكن عقبال ما يcreate الimage نروح للفيديو، أنا مش عايز الفيديو يطول. طيب هو تمام عملها خلاص، قبل ما نروح للفيديو والتحريك وكده، يعني بُص الفرق، فرق كبير جدًا وواضح جدًا، جدًا. الظهور اللي إحنا قُلنا عليها، الشلال اللي ورا، الفراشة، يعني الصورة رهيبة، تفاصيل. ممكن بقى إيه، نكمّل حاجة كمان، أقول له هات prompt الصورة الأخيرة عشان يدّيني الprompt بتاعها، الصورة دي هتكون ممتازة جدًا. وهنا بيكتب الprompt. خلّي بالك أنا بافكّرك إن الكلام ده كلّه أنت هتعمله عادي خالص، حتى الmodule بتاع ال4O بيتفتح لك عادي خالص لو أنت free. طبعًا هو مش بتفتح لك على طول، مش بيفضل مفتوح طول اليوم، بس بتقدر تستخدم بيه شوية الصور اللي أنت عايزهم يعني على الأغلب، وبرضه تقدر تستخدم كذا Gmail، الطريقة اللي كلّنا بنعملها يعني عادي خالص. طيب خدنا الprompt اللي هو بتاع الصورة دي، تعالَ نرجع لصورة. دي الفيديو اللي إحنا كنا عملناه بتاع الصورة اللي هي كنا واخدين منها screen، اللي هي دي، ده اللي هو طلّع الفيديو ده. للأمانة الفيديوهات دي أنا شايفها مش أفضل حاجة، يعني فيها شوية حاجات، ده مش ده فيه أخطاء كتير جدًا، يعني ده فيه أخطاء حتى أكتر من ده. طيب تمام، خلّينا نسيبنا من الصورة اللي إحنا كنا واخدينها screen، دلوقتي إحنا هناخد الprompt ده اللي هو إحنا خدناه أصلًا بتاع الصورة بتاعة البنوتة دي، وهنحطه هنا. في حاجة كمان أنا عايز أوضّحها، وهو إن صورة بتاع ChatGPT هو مش أقوى حاجة في التحريك إطلاقًا، إطلاقًا، إطلاقًا. أنت لو سرِّشت بس 3 دقايق كده عن الحاجات اللي بتحرك الصور، هتلاقي في منها مدفوع طبعًا أو معظمه مدفوع، بس عادي استخدم كذا إيميل، خُد الcredit اليومي بتاعك، هتلاقي إن الدنيا برضه بتمشي معاك شوية، مش لازمًا تدفع في الأول، خصوصًا لو أنت مش بتعمل بيه شغل، ده خصوصًا. فغير كده ما ت أصلًا ما اتحرّكش بصورة، أنا ده بس قدّامي كده جاهز، لإن هو الهدف إن أنا أعمل صورة كويسة وأورّيك إن هي بتتحرّك، مش مجرّد صورة فقط. فإحنا هنا هنرجع ليها، بيقول لي إن هي جازت، يعني واو! إمم، تخيّل، تخيّل حاجة، يعني حقيقي أنا باشوفها من الحاجات اللي هي مش كويسة بالمرّة، صورة في التحريك، هي دي مش نقطة قوة أصلًا. GPT حتى الآن مش من الحاجات اللي أنت بتعمل بيها صور احترافية أو كان كده. دلوقتي مع التدريب يعني الGPT ده ده مُدرّب على كَم صور رهيب وعلى prompts رهيبة جدًا بمعنى الكلمة، عشان كده حتى بنستخدمه في الشغل حاليًا. فتخيّل لمّا تكون حاجة زي كده، مش مثلًا ليوناردو، ده حد معروف تخصُّصه صور وتقيل جدًا، جدًا في الحتّة دي لو ما كانش أتقل واحد أصلًا. فأنت تخيّل بقى لمّا ده يعمل لك صورة زي دي وتروح على أي حاجة للتحريك وتطلّع لك فيديو زي ده، فقُل لي أنت إيه رأيك بقى؟ كده الفيديو بتاع النهارده يعتبر إحنا بنسبة كبيرة خلّصناه. ما تنساش إن أنت تشترك في القناة زي ما قُلنا، وتعمل لايك للفيديو لو عجبك، لو عندك أي تعليق أو prompt معيّن عايز تستخدمه بيسهّل عليك الشغل بتاعك قُل لي. إحنا في هنا prompt ده اللي إحنا قُلناه بتاع الصور، كان في prompt نزّلناه في فيديو خاص إن هو بيكتب محتوى للدكاترة، ممكن برضه تبقى تشوفه أو هتلاقيه ظهر لك يعني دلوقتي في الفيديو.
ده لو أنت بتكتب content طبّي خصوصًا لدكاترة الأسنان، هو بيكتب للطب كُلّه ولكن بالأخص كمان لدكاترة الأسنان، هتلاقيه برضه بيفيدك وبيطلّع نتايج كويسة جدًا. ولو عندك اقتراح لGPT معيّن بتستخدمه قُل لي، ولو هو موجود وإحنا بنستخدمه حاليًا عادي خالص يعني بيطلع والدنيا إن شاء الله بتكون كويسة. آآ الفيديو حقيقي يعني ما شاء الله كويس جدًا، جدًا، أساسي. قُل لي رأيك تحت وأشوفك الفيديو الجاي. سلام.